في عصر التكنولوجيا وكل واحد بقى معاه موبايل بيصور في ايده، هل التصوير بالموبايل يعتبر دليل في جريمة الرشوة، نعم أم لا؟ طيب، هو يعني تقنيا التصوير بأنواعه أو التسجيل هو دليل قاطع على جريمة تسلم واستلام الأموال، دليل قاطع على وجود جريمة الرشوة، دليل قاطع على وجود اتفاق بين صاحب المصلحة وبين الموظف العام. لكن قانونا هذا التسجيل وهذا التصوير إذا تم، لأن هو لربما يتم إن هو المرتشي أو الراشي بيصور المرتشي وبديله فلوس وبصوره، لربما يكون هذا التصوير من أحد أطراف الجريمة، مش تمام. لازم يكون من حد خارج الأطراف. فإذا تم هذا التصوير والتسجيل دون إذن من الجهات المختصة والمعنية، فيكون هذا التصوير تم بطريق غير مشروع ولا ينتج لأثره. فإذا وجدت جريمة رشوة لابد وأن نتوجه إلى الجهات المعنية حتى يتمكنوا من استخراج التصاريح المنوط بها هذا الأمر وسير الأمور وفقا للإجراء القانوني حتى يتمكن من ضبط هذه الجريمة بشكل سليم. طيب.